الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. لماذا هذه المثاني؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فمن بين هذه المثاني الرائعة في بلاغتها ميز القرآن الكريم بين الصيام بالياء والصوم بالواو. جميل. لأن القرآن الكريم ليس فيه مترادفات أبدا. يعني في فرق بين الصيام والصوم. نعم سيدي. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. من حسن حظنا أن الله كتب علينا الصيام ولم يكتب علينا الصوم، لأن الصوم أكثر مشقة وأكثر ويحتاج إلى عزيمة أقوى. شو الفرق دكتور؟ الصيام يا سيدي قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالصيام بالياء يتعلق بالمعدة وبأوقات تناول الطعام. فحينما قال كتب عليكم الصيام بدأ بالحديث عن مواعيد تناول الطعام. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر، ثم أتموا الصيام وليس الصوم إلى الليل. سبحان الله. هذا الصيام بشهر رمضان هو دورة تدريبية لكي أصل بنهاية رمضان إلى الصوم. الصوم يأتي مع 11 شهرا الأخرى بغير رمضان. إذن الصيام برمضان فقط، أما الصوم هو برمضان وغير رمضان. جميل جميل. الصوم يتعلق بقول الحق، والدليل على ذلك من القرآن الكريم أن عيسى عليه السلام يخاطب مريم عليه السلام أيضا: فكلي واشربي. هذه امرأة ليست صائمة بالياء. فكلي واشربي وقري عينا، وإما ترين من البشر أحدا وأنت تأكلي وتشربي فقولي إني نذرت للرحمن صوما وليس صياما. فالدليل من هذه الآية أن الصوم يأتي مع الطعام والشراب. جميل. الصوم هو قول الحق. إذن الصيام هو فريضة يجب أن تؤدى، لكن الغاية منها أن أصل إلى الصوم. فالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول بما معنى الحديث الشريف: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم نعم. فالغاية من الصيام بهذا الشهر الفضيل أن نصل في نهايته إلى الصوم، ويمكن أن نحقق ثواب الصوم على مدار العام. فقال تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم بالواو وليس إلا الصيام بالياء. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. جميل. فإذا هذه الأمة وصلت إلى الصوم تنتهي كل المشاكل. إذا هنالك إنسان له علي حق لا أقول له اذهب يعني إلى المحاكم، فقط عن طريق الصوم لك علي حق فتنتهي المشاكل صحيح. مباشرة. صحيح. صحيح. من هنا ميز القرآن الكريم بين الصوم وبين الصيام، كما ميز بين القراءة والتلاوة والترتيل.